اللي فات من لعب الرجاء مع مكناس كنت درت فيديو تكلمت فيه على المستوى بانه كتبت فريق بلا روح. وكانوا بزاف ديال صحابي اللي هما رجاويين وكانوا حاضرين في الملعب ولا اللي تفرجوا لاموني قالك لا. وصلنا زقنا كذا كان المستوى راه ضعيف جدا. واليوم ما عرفتش كيفاش غيكون هما الموقف ديالهم من هذا المستوى اللي شافوا اليوم في فريق رجاء رياضي. كنظن بانه بدون تعليق هذاك الشيء اللي شفنا في الملعب بدون تعليق. ما عرفتش اش كيكون هذا المدرب كيدير وسط السيمانه، واش بهذا المستوى الرجاء غتلعب على اللقب ديال الدوري الاحترافي وعلى كاس العرش، واش بهذا المستوى غيتحقق المشروع الرياضي ديال تحقيق الاهداف الرياضيه. فكنظن زعما المستوى ديال اليوم بعيد كل البعد باش ما نخرج شي كلام ماشي هو هذاك على المستوى المطلوب وعلى الراجل اللي كنعرفو. حشومه تكون هذيك الفوضى في الملعب بديك الطريقه. وبالنسبه لي يعني الطاقم التقني كيشوف داك الشيء وهو واقف وما قادر يدير تغييرات، ما قادر يقاد اللاعبين في الملعب، ما قادر يقاد الامور. ما عرفتش اش نقول. الا كان شي واحد اليوم كيتحمل المسؤوليه فهو الطاقم التقني. بطبيعه الحال المكتب هو اللي جاب الطاقم التقني يعني كيتحمل مسؤوليه الاختيار، ولكن اليوم كيزيد يتاكد من ماتش لماتش بان فاضلو بعيد المستوى ديالو على انه يكون فريق قوي ويكون لاعبين في المستوى ويكون فريق اللي غيلعب على الالقاب. هذا الرجاء ماشي هي الراجل اللي باغي الجمهور، ماشي هي الراجل اللي باغي حتى المسيرين، ماشي هي الراجل اللي باغي كاع الرجاويين. وتفاضلوا غنقولوا ماشي هي الراجل اللي باغي، ولكن راه السيد راه محدود، السيد راه مسالي، السيد راه ما عنده ما يعطي للرجاء بهذا المستوى اللي شفنا اليوم. والمستوى اللي شفنا مع مكناس راه حشومه الرجاء تكون في هذا المستوى. حشومه نشوفوا فريق مسالي ما قادش يدير محاوله، سونطراج ما كاينش، كومبينيزون تحمر الوجه ما كايناش. هذه راه كنتكلموا على الرجاء. شتي يكون فريق منظم وشاد الكره ولاعبها وكيمشي وكيقلب وكيدير دي زوكازيون وكيعاود. كتقول الرجاء كوميم كما قالوا هما في مكناس حكا راه مشينا ودرنا واخا ما متفقش، لا راه مشينا وخلقنا محاولات ودرنا. اليوم راه ما كاينش، اليوم راه ما كاينش. مستوى هزيل جدا باش هذا المدرب بهذه المده كامله وهاد شهرين توقفات البطوله وهاد الانتدابات ونشوفوا الرجاء بهذا المستوى هذا. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. شي حاجه ماشي شي حاجه ماشي هذيك، بزاف اللي ماشي هو هذا. وكنظن بان المسؤولين ديال الرجاء خصهم يريحوا ويديروا اجتماع ديال الصح مع فاضل باش يعرف راسو فين غادي، ويعرف راسو بانه ضيع تقريبا دابا في 3 ولا 4 ديال 3 الماتشات 9 ديال النقاط. شحال جبنا منهم وشحال جابت الرجاء؟ 2 ديال النقاط. خسرنا مع مكناس، تعادل مع توارقه، وتعادل اليوم مع يعقوب المنصور. 9 نقاط شي منهم 2 على 9. اذا راك دول المستوى بهاد النقاط ملي كتجي فريق بحال هكا وما قادرش تكون الفرقه مقاده تبان لك الاورغانيزاسيون في التيران ويبان لك اللعابه فاهمين اش كيديروا كل واحد. العشوائيه في الملعب، العشوائيه في الملعب، التخربيق في الملعب. هذه فرقه بدون مستوى، هذه فرقه وكانها ما كترينيش. حشومه نشوف فرقه بهذا المستوى بهذا الاداء. حكا راه كيعرف اللعابه، ها هو كيعرف اللعاب. حنا ديما هاد العقده غتبقى عندنا، ولكن للاسف بطبيعه الحال مادام كاينين الرجاويين اللي عندهم العقده ديال الاجنبي وكاينين وحدين كيحفروا من اللور، فالرجاء غتبقى ديما تعاني بهذا. ديما الافه ديال الرجاء راه قلتها في الفيديو اللي فات الا حنا منخرطين البلاغ. الافه ديال الناس فرحانين دابا كيجيو يتفرجوا ويتباوسوا ويتعانقوا، ولكن راه اسمحوا لي على الكلمه النفاق. الواحد يكون راجل ويبين المواقف ديالو، ما يكونش كيتخبى حق انا راه الجمهور غادي ينوض ليا ولا كذا. واللي كيبغي يفرقسو يبغيها من القلب، ماشي ما يبغيها من يكون هو مسير ومني ما يكونش هو لهلا يقلب. ماشي ديال الرجاء ماشي هو ماشي هو حب الرجاء. خاص الامور تقاد وما تنوضش عاوتاني حكا خصنا التغيير. نبداو المكتب خصو يكمل، ولكن خص التغيير على مستوى الطاقم التقني، لان الطاقم التقني لا علاقه ليه بالرجاء بهذا المستوى اللي كنشوف. وكون كان كيديرها المستوى اللي كان مع زيمباور في المباريات الاولى وكنا كنقولوا زيمباور وراه ما كيلعبش وكذا والسيد وما كاينش حتى داك المستوى. ما كاينش. كان مع زيمباور يعطينا النسخه ديال زيمباور يعطيها لينا دابا في الرجاء. ما كايناش ما كايناش. لي كومبينيزون ما كاينينش، لي سونطراج مقادين ما كاينينش، فرص حقيقيه تجي ما كايناش. اذا اش كيدير هذا السيد؟ اش كيشوف ملي كيكون في التيران؟ اشنو كيوجد نهار في السيمانه كامله؟ اشنو كيعطينا كفرقه؟ لا شيء. اليوم الرجاء بالنسبه ليا لا شيء، ما كاينش. كان الجمهور معمر التيران كيشجع، مي في ارضيه الملعب الله يجيب. انا كنظن بان المستوى ديال اليوم كيبين وكيبرهن بان الطاقم التقني ديال فريق الرجاء الرياضي، انا ماشي مسؤول باش نقول لكم حيدوه ولا خليوه، مسؤوليه تبقى المكتب المسير. انا رايي كنقول هذا السيد بهذا المستوى بالمقارنه مع الاهداف اللي محطوطه ديال المنافسه على اللقب ولا الدوزيام بلاص، راه ما غيمشيش، ما يقدرش يوصل لهذاك المستوى وما غيقدرش يوصل يحقق هذه الاهداف. وبالتالي كتبقى المسؤوليه عند المكتب المسير تاخذ القرارات اللي كيشوفها مناسبه